أهلا بيكم في كلام إلهام. واحدة من المشاكل الفظيعة اللي بتقابلنا في حياتنا هي التعامل مع الشخص التاني الغير ناضج عاطفيا في أي علاقة بقى، صداقة، جواز، خطوبة، أي حاجة. هقول لكم 4 نقط للتعامل مع الشخص ده. أول حاجة، ما تقومش بإنقاذه. مش أي مشكلة يقع فيها تجري على طول أنت وتحاول تحلها له، لأن هو زي ما أنا قلت غير ناضج لا عاطفيا ولا فعليا، فبالتالي دايما معتمد على حد تاني هو اللي يحل له مشاكله. انت بقى الهيرو اللي بتيجي from nowhere وتحل له المشكله بتاعته. غلط. سيبه يتحمل المسؤوليه بتاعت اختياراته ومسؤوليه تصرفاته، لان ده اللي هيخليه على المدى البعيد اقوى شويه، لان التصرف ده والجري عشان ننقذ الشخص ده على المدى البعيد حاجه لا في مصلحتك ولا في مصلحته. 2. الوضوح والصراحه. تبقى واضح جدا جدا في الحدود اللي بتعملها مع الشخص ده، وتقول له 1 2 3 دي النقط اللي هنمشي عليها عشان نوصل لعلاقة صحية. وضع الحدود ده بيسهل على الاتنين ان هما يتعاملوا مع بعض، لان في مرحلة ما الشخص اللي قدامنا ده الغير ناضج عاطفيا ده هيضطر ان هو يراعي الحدود دي ويمشي بالظبط على النقط اللي احنا راسمينها، وده هيؤدي في النهاية لعلاقة صحية بين الطرفين. 3. خليك هادي جدا. الهدوء في التعامل مع الأشخاص الغير ناضجين عاطفيا ده مطلوب جدا، لأن هو بيحاول دايما يقلب الترابيزة عليك ويحاول يفهمك إن هو المسكين وإن هو دايما غلبان وإنت اللي بتيجي عليه. خليك هادي جدا جدا في التعامل معاه، وهو كل ما يعلي ويبتدي يتنرفز انت في ايديك الموضوع ان انت توقف الكلام معاه خالص. ما تضيعوش يا جماعة طاقتكم في معارك جانبية مش هتودي ولا هتجيب. نركز على المعركة الأساسية بتاعتنا وممكن نحارب بقى فيها، لكن المعارك الجانبية هتشتت مجهودنا وتضيعه، وفي الآخر العلاقة دي هتكون علاقة مش صحية. 4. ما تاخدش تصرفاته بشكل شخصي، يعني ما تقولش ان هو بيعمل كده قاصد ان هو يضايقني انا شخصيا، لا، هو بيعمل كده عشان هو شخص غير ناضج عاطفيا، فبالتالي بيتصرف في حدود شخصيته هو، ملوش علاقة مين اللي قدامه. انت في السكة كده بتتأذي، لكن هو اصلا مؤذي وبيتصرف في كل الاحوال بطبيعته هو. انت بقى تختار تقف فين، بعيد عنه ولا قريب منه، ده اختيارك انت، واختيار الطريق اللي هتمشوا فيه في العلاقة دي راجع لك انت بقى. شوف انت عاوز تقف في انهي ناحية، ناحية الشخص المؤذي ولا تبعد عنه وتجري بالمشوار.